مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامجكم طريق الحياة. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن الأمانة بين القول والعمل. الأمانة ليست كلمة تقال، لا شعارا يرفع، بل هي منهج حياة يظهر في الأقوال والأفعال. مشاهدي الكرام، عن الأمانة تدور حلقة اليوم. فاصل وألقاكم بعد الفاصل. مشاهدي الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا وحلقة جديدة من حلقتنا طريق الحياة. برنامجكم طريق الحياة الحقيقة يسعدني ويسعد أسرة البرنامج استضافة الشيخ السعيد مسعد السعيد من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك فندم. أهلا ومرحبا بحضرتك. الحقيقة يمكن إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، انطلاقا من الآية الكريمة دي عن الأمانة. هاك تقول لنا تعريف كامل وشامل عن الأمانة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلاله وكماله وعظيم سلطانه، وصلاة وسلاما على سيد البشرية وخير الورى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، موضوع الأمانة من الموضوعات المهمة في حياة الناس وفي دنيا الناس، خاصة في هذه الأيام، لأنه خلق كريم من أخلاق الإسلام، بل امتاز به سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام، وكان يعرف بين أهل مكة قبل البعثة بالصادق الأمين. الأمانة أن يؤدي الإنسان ما اؤتمن عليه إلى صاحبه كما هو كاملا تماما بتمام، وتشمل كل شيء، لا تقتصر على النقود فحسب. الكلمة أمانة، العمل أمانة، العبادة أمانة، العلاقة أمانة، الأخلاقيات أمانة. أن تكون مسلما حسن الإسلام تبين مظهر المسلم أمام الجميع، إنما هي أمانة. فالأمانة تشمل شتى جوانب الحياة وشتى سلوكيات الإنسان وتصرفاته وأقواله وأفعاله. صحيح. لماذا ابتدأ الله عز وجل هذه الآية إن الله يأمركم؟ أمر إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لعباده، أن من يؤتمن على أمر من الأمور أن يؤدي هذه الأمانة. وأمر الله واجب النفاذ، إن لم يفعل العبد ويمتثل لهذا الأمر ينال العقاب من الله سبحانه وتعالى. بل قال الله في آية أخرى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. فمن أدى الأمانة بحقها كان الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى. ومن قصر في أداء الأمانة كان قد قصر في أمر أمر الله سبحانه وتعالى به العباد، وسيسأل عنه يوم القيامة. الأمانة تقتصر على حفظ المال أم تشمل مسؤوليات الإنسان الأخرى؟ المشهور عند الناس في دنيا الناس أن الأمانة إنما هي قاصرة على حفظ الأشياء الثمينة من أموال، من ذهب، من بعض الأشياء التي تحمل من المتاع. أما إن نظرنا إلى الأمانة فهي تشمل شتى جوانب الحياة. إن قال إنسان لأخيه الإنسان في أذنه كلمة وقال إنها أمانة، فعليه ألا يخرجها إلى غيره. في يوم من الأيام كان سيدنا أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير يلعب، فناداه رسول الله وقال له في أذنه: اذهب إلى مكان كذا. فتأخر سيدنا أنس عن أمه،
فقالت له: لما تأخرت؟ قال: أرسلني رسول الله في أمر. قالت له: لا تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعتبرت المكان الذي أرسله الرسول إليه إنما هو من باب الأمانات، حتى الكلمة اعتبرتها رضي الله عنها وأرضاها أنها أمانة لا يجب على الإنسان أن يخون هذه الأمانة. ونبينا يقول لنا: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. صحيح. فالكلمة أمانة، والمال أمانة، والعلاقة والصداقة بين الإنسان وأخيه الإنسان أمانة، والأخوة أمانة. صحيح. والصلاة أمانة، وفرائض الإسلام أمانة، وحمل رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه كلها أمانات. الأمانة بين القول والعمل، وكيف يكون المسلم صادقا في الأقوال والأفعال؟ المسلم لا بد أن يكون صادقا، لأنها صفة من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يلقب بالصادق الأمين. هناك علاقة تلازم فيما بين الصدق وفيما بين الأمانة. الأمين لا بد أن يكون صادقا، لأن الكاذب لن يكون أمينا. حتى في النصح، النصيحة أمانة، أن تنصح إنسان إن طلب منك النصيحة، والنصيحة لعموم المسلمين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. صحيح. فنصح الإنسان الذي جاء إليك: دلني على الطريق، هل أذهب من هذا الطريق أم أذهب من هذا الطريق؟ وأنت على علم بما في الطريقان، فنصحك له إنما هو أمانة، وستسأل عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى. فهناك تلازم وعلاقة وثيقة بين الصدق وبين الأمانة، فكل صادق أمين، وكل كاذب لا يكون أمينا أبدا. صحيح. صحيح. شيخنا، صور الأمانة في حياتنا اليومية في الأسرة والعمل والوظيفة والتعليم والإعلام والتجارة. الأمانة في حياتنا لها صور كثيرة. نبدأ بالأسرة. العلاقة بين الزوج وزوجته أمانة، لأنها أمانة عندك. المرأة أمانة في بيت الزوج، فلا بد أن يصونها، وأن يحفظ كرامتها، وأن يرعاها، وأن يحافظ عليها، وأن يبحث عما فيه سعادة لها وهدوء وطمأنينة للبيت. الأبناء عند الآباء والأمهات أمانة. صحيح. الله رزقنا الأبناء والبنات وجعلهم أمانة عندنا، ليرى سبحانه وتعالى هل حفظناها أم ضيعناها، هل ربيناهم على الخلق الحميد أم تركناهم لمن يتلقفهم، هل تركناهم لوسائل التواصل الاجتماعي فشكلت وجدانهم فربتهم تربية غير سوية، فبذلك نكون قد ضيعنا الأمانة. هذا في نطاق الأسرة، أن يسعى الرجل ليدبر أمر المعاش ويأخذ بالأسباب ليجعل سياجا حول هذه الأسرة، ليجعلها أسرة آمنة مطمئنة، إنما هو أمانة. أما من يتزوج ويترك زوجته ويترك أولاده ولا يسأل عنهم، فهنا قد خان الأمانة التي حملها الله سبحانه وتعالى إياه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذه أمانات جعلها الله سبحانه وتعالى عند الإنسان. العمل، عندما توكل تكون مديرا أو مسؤولا عن عمل من الأعمال أو عن أمر من الأمور أن تنهي مصالح الناس، هذه أمانات، فيجب عليك أن تقوم بهذه الأمانة. وإن خنت هذه الأمانة ووظفتها في غير التوظيف الحقيقي ستحاسب بين يدي الله سبحانه وتعالى. ونبينا قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك، والله ائتمننا على هذه الحياة. فهذه صور من صور الأمانات
لابد أن يقوم الإنسان بأدائها حتى يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. شيخنا، النبي صلى الله عليه وسلم كان نموذجا للأمانة، لماذا لقب بالصادق الأمين؟ صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك يا صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، صلى الله عليك يا حبيب الله. من رآه أحبه، من تعامل معه تعلق به، حتى ولو لم يكن من أهل شرعته صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. قريش كان فيهم رسول الله وكان فيهم غير رسول الله. لماذا اختاروه دون غيره أن يودعوا عندهم أماناتهم ليحافظ عليها؟ لأنه كان صادقا، كان أمينا، حتى ولو كان خلافا فيما بينه وبينهم كان يحافظ على أماناتهم صلى الله عليه وسلم، حتى لما آذوه، طردوه، أخرجوه من بلده، ترك سيدنا عليا في فراشه. لماذا؟ حتى يرد الأمانات إلى أهلها، حتى لا يقال أن محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد خان الأمانة، لأنها خلق من أخلاقه الكريمة التي وصفه الله بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. كان نموذجا لحفظ الأمانات، كانوا يحفظون أماناتهم عند رسول الله، وكان حقا هو حافظ للأمانات صلى الله عليه الصلاة والسلام. شيخنا، لما نيجي نتكلم ونقول كيف انعكست أمانة سيدنا النبي على دعوته، مشاهدي الكرام هذا سؤالي، ولكن بعد الفاصل فاصل وألقاكم بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، عودة من جديد وما زلنا مع حضراتكم نتابع برنامجكم طريق الحياة. شيخنا، الحقيقة كيف انعكست أمانته على دعوته النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم انعكست بشكل مباشر على دعوته. اتبعه الناس لأخلاقه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، ولما كان يمتاز فيما بين الناس بحسن الخلق، وكان أمينا على دماء الناس، على أعراض الناس، على حرمات الناس. لم يهتك سترا صلى الله عليه وسلم لأحد عليه الصلاة والسلام، بل كان يسعى للصلح بين الناس، كان أمينا على العلاقات بين الناس. حتى لما كان هناك نزاع بين القبائل في مكة المكرمة وكادوا أن يتقاتلوا فيما بينهم، من يأخذ الحجر الأسعد ويضعه، الحجر الأسود بنسميه الحجر الأسعد، لأن من استلمه فهو في سعادة، لأنه يشهد له يوم القيامة. فأسأل الله جل في عليائه أن يجعلني وإياك والمشاهدين والمشاهدات والمتابعين والمتابعات ممن يرزقهم الله زيارة بيته الحرام، وأن يلمسوا الحجر الأسود فيكون شاهدا لهم يوم القيامة. لما تفرقوا وكادوا أن يقتتلوا فيما بينهم، من الذي جاء ووضع هذا الحجر؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأمانة، مع أنهم كانوا مخالفين لديانته، مخالفين لمنهجه، كان عليه يقول لهم اتركوهم يتقاتلوا فيما بعض، يخلصوا على بعض، ولكنه جاء ليحافظ على الدماء، وليخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى. قال لهم ائتوني بثياب كبيرة، وكل قبيلة تأخذ بطرف منه. ووضع صلى الله عليه وسلم، أخذ الحجر فوضعه فيه، فقال ارفعوا، فرفعوا، فأخذه صلى الله عليه وسلم فوضعه في مكانه. وهذا لحكمة يعلمها رب العالمين سبحانه وتعالى. حافظ على الدماء، كان أمينا على دماء الناس. فلما رأوا ذلك من أسلموا، منهم من أسلم برسول الله. ولذا لما جاء صلى الله عليه وسلم للسيدة خديجة وذكر لها، قالت والله لا يخزيك الله أبدا، وعددت من مزايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينت أن النبي كان أمينا مشهورا بالأمانة. فقوم انتشر وكان صاحب الخلق فيما بينهم، ألا يتبعوه؟ امرأة عجوز كانت في طرقات مكة، فطلبت من سيدنا رسول الله أن يرفع عليها الحطب، أن يعينها
في حمل الحطب. قال لها دلني يا أمة الله على بيتك، عرفيني البيت بتاعك فيه. وحمل صلى الله عليه وسلم عنها الحطب، وهو سيد الخلق والبشر صلى الله عليه وسلم. المرأة كانت على غير دين النبي عليه الصلاة والسلام. فلما وصلت إلى باب بيتها قالت يا فتى ما معي مالا أعطيك إياه، ولكن أنصحك نصيحة. فتى في مكة يذكر أنه محمد، فإن سمعت به أو رأيته لا تتبعه. قال لها يا أمة الله أنا محمد. فقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. خلق رسول الله وسلوك رسول الله وتعامل رسول الله جعل الناس يدخلون في دين الله أفواجا. أهل الطائف لما غرروا به السفهاء والصبيان وجاء ملك الجبال بأمر من الله أن أطبق عليهم الجبلان، قال عل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. أمين على دعوة الناس إلى الله، فأوصل الأمانة وحمل الرسالة وأداها صلى الله عليه وسلم. انعكس ذلك في أن اتبع الناس دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدين بدأ بفرد واحد هو رسول الله. نعم. الآن ما يقرب من 2 مليار أتباع لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بالأخلاق. ولذا يجب على الأمة الآن أن نعود إلى الأخلاق. قيمة الأخلاق أمر عظيم وله شأن كبير في دين الإسلام. شيخنا الحقيقة لما نيجي نتكلم الحقيقة عن ضعف الأمانة، يمكن حضرتك بتقول احنا بنطلب ان نرجع للأخلاق والقيم الجميلة دي. ترى ده دور المؤسسات التربوية أم دور الأسرة أم دور المنبر؟ الكل مشاركون في ذلك. يبدأ من البيت والطفل صغير، أن نعلم الطفل ونربيه على الأمانة، وأن نفهمه الأمانات. إن اللعبة بتاعت أختك أو الشيء اللي أنا عيناه في المكان الفلاني ده أمانة، اوعى تقترب منه. أو بتاع طنط الفلانية أو بتاع عمه فلان وحطه عندنا في البيت أمانة، حتى لو أنت محتاجه اوعى تقترب منه. ننشئ الأطفال على ذلك. ننتقل إلى المؤسسة التعليمية تنشر هذا الأمر، والمدرس يربي الأطفال والأبناء على ذلك. ننطلق إلى الجامعات، ننطلق إلى المساجد، المؤسسات الدينية أن تقوم بدورها، إلى المؤسسات الإعلامية أن تقوم بدورها في هذه المسؤولية، إلى المجتمع بأسره. السلوكيات في الشوارع، السلوكيات في المجتمع اللي بنعيش فيه، لو وجد الأبناء، لو وجد الشباب الأمانة منتشرة في كل مكان، البيت قام بدوره، المدرسة قامت بدورها، المؤسسة الدينية قامت بدورها، المؤسسة الإعلامية قامت بدورها، البيئة التي يعيش فيها تربت على ذلك. هتلقى في بعض المجتمعات الغربية أسمع وينقل إلي كل ذهب إلى عمله، من فقد محفظته لا يرجع إليها إلا بعد انتهاء الدوام، سيجدها في مكانها مرة أخرى، لأن الكل تعود أنه ما ليس لي لا يحق لي أن أمد يدي عليه. فكيف بالإسلام؟ وعلمنا الإسلام أن إنسانا إذا فقد شيء وأخذه غيره يسمى لقطة، فعليك أن تعرفه حتى يصل إلى صاحبه مرة أخرى، وأن نحفظ هذه أن يعرف أن الله رقيب عتيد. الله مطلع علينا. صحيح. الله مراقب لنا، وأن يراقب ضميره. هناك الرقابة الذاتية. صحيح. التي أودعها الله في الإنسان، رقابة ذاتية أودعها الله في العبد، والله مطلع على العبد ومحاسب العبد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذا خلوت يوم فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. الله مطلع عليك ومراقب لك. فكل المؤسسات، البيت، الأسرة، المدرسة، الإعلام، كل أولئك مسؤولون على تربية النشء على الأمانة. فمن تخاذل أو تقاعس عن أداء دوره فإنما هو مسؤول أمام الله. صحيح. أسباب ضعف الأمانة في المجتمع وأثار ذلك على الثقة بين الناس: البعد عن الأخلاق، والنظر إلى الماديات من الدرجة الأولى،
تقوية هذه القيمة أو الفضيلة بنقويها إزاي؟ من خلال ربط الناس بالله سبحانه وتعالى. أعتقد ده يعني حاجة يعني أصيلة جدا في المنبر يعني. بلا شك. ما هو أنا عايز أوصل رسالة. ليست المنابر هي المسؤولة عن الدعوة فحسب. أنت مسؤولة عن الدعوة في مجالك. العامل في طريقه مسؤول عن الدعوة، الذي يمسك المؤشة، سائق الأتوبيس، سائق الميكروباص، المدرس، المحامي، القاضي، المهندس، كل أولئك دعاة إلى الله، لأن أعمالهم إنما هي عبادة لله سبحانه وتعالى. بلغوا عني ولو آية، رب مبلغ أوعى من سامع. أنت تبلغي بأخلاقك، تبلغي بكلمتك، هذا يبلغ بعمله، هذا يبلغ بسلوكه، هذا يبلغ بتصرفاته. المنبر عليه عبء يبين قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينتشر الناس، يعلم الناس القيم والمبادئ والأخلاقيات بالمنهجية الإسلامية الوسطية التي لا غلو ولا تطرف فيها ولا تراخي، وينطلق الناس وكل في مجاله هو داعية إلى الله سبحانه وتعالى. الإسلام انتشر في بلاد الشرق، هل انتشر بالدعاة ولا بالعلماء؟ انتشر بالتجار، صحيح، بأخلاقيات التجار، بأمانة التجار. عندما رأوا أولئك تصرفاتهم وسلوكياتهم وأخلاقياتهم دخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. صح. قد أكون حافظا للقرآن، قد أكون حافظا للسنة، متكلما بين الناس، غير أن العمل لا يطابق القول. فالأمانة إنما هي قول وعمل. قد أقول للناس حافظ على الأمانة، وإذا أخذت أموال الناس أو اؤتمنت على أموال الناس أكلتها ولم أعطي أو أرد الأمانات إلى أهلها. فكل إنسان مسؤول عن تعليم الأمة الأمانة وتقوية الأمانة في نفوس الجميع. المسؤولية تشمل الجميع، ولكن كل في مجاله وكل في تخصصه وكل بقدر العبء الملقى عليه. الأمانة في الكلمة، نقل الأخبار وحفظ الأسرار والابتعاد عن الكذب. كلمني في هذا السياق. للأسف الناس لا تلقي للكلمة بال ولا تكترث بما ينتج عن هذه الكلمات. الله يقول لنا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أحد الصحابة أو نؤاخذ بكل ما نقول يا رسول الله، قال وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله. ومعلوم أنك ستسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى عن كل عن كل كلمة. فنشر الأخبار لابد أن تتثبت من الخبر الذي تنقله، لأنك إن نقلت خبرا دون أن تتثبت فكأنك أنت قائل خبر. صحيح. فإن لم يكن فيه صدق شوهت سمعة إنسان، هتكت ستر الله على إنسان، نقلت كلمة كاذبة فكانت سببا في سفك الدماء أو هدم بيوت أو تدمير العلاقات بين الإنسان، فأنت محاسب على ذلك. فالكلمة أمانة. صحيح. من الدرجة الأولى، فيجب عليك أن تقوم بحق هذه الكلمة، وخاصة إن كانت الكلمة دعوة لله سبحانه وتعالى. إن كانت نصح، إن كانت إرشاد، إن كانت توجيه، إن كانت تربية، إن كانت علم، فلا بد أن تكون أمين في نقل العلم إلى غيرك والإرشاد والنصح والأخذ بيد من يقبل على الله سبحانه وتعالى. أحسنت يا شيخنا. مشاهدي الكرام، لا يسعني في نهاية حلقة اليوم سوى أن أشكر ضيفي الكريم الشيخ السعيد مسعد السعيد من علماء الأزهر الشريف. شكرا جزيلا لحضرتك، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات كثيرة ومتعددة في حلقات البرنامج المقبلة. شكرا لحضرتك والسادة المشاهدين والمشاهدات، وسعدت باللقاءات معكم.
مشاهدي الكرام، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.